اليوم رايح على مطعم بصراحة مسكت. طبعا المطعم في البحرين في شارع المديع مقابل كونتري مول، اسمه قصر المسقوف. ما شاء الله تبارك الله. شو هاي ام احمد؟ هذا مفطح عراقي ما شاء الله تبارك الله، على تمن محشي. طبعا كل الطبخ بيد الشيف ام احمد، هي بتشرف على كل اشي. ما شاء الله. طيب ام احمد، احكي لنا شو هو قصر المسقوف، احكي لنا عن المطعم. قصر المسقوف هو مطعم عراقي ويقدم الأكل العراقي الأصيل بالطريقة الأصلية طبعا، وعندنا بهاراتنا كلها عراقية 100%، احنا نسويها على ايدنا كلها. وهذا الشيء المميز اللي عندهم، الواحد لازم يكون يعمل شيء مختلف عن الموجود في السوق. طيب اشرحي لنا عن المنيو شوي. وعندنا ايضا اكلات طبعا شاميه. نعم. وعندنا اكلات عالميه بالاضافه الشاميه طبعا اللي هو المنسف. المنسف عندنا، وعندنا المسخن. ما شاء الله. نعم. وعندنا الكبه بلبن. اوكي. الجميد كركي صح؟ الجميد كركي اصلي، يجي خصوصا الى مطعمنا، اسم مطعمنا. نعم. طيب احكي لنا عن المنيو. عندك المنيو، عندك انواع المقبلات، حمص باللحم، حمص القصر هذا خاص متبل، ورق عنب، سلطة الباذنجان العراقية، بابا غنوج، فتوش، مقبلات مشكلة، تبولة، جاجيك، جرجير، يعني انواع السلطات عندنا، سلطات مشكلة كثيرة، الشمندر، مقبلات ساخنة، انواع الكبب، كبة الرمان، كبة البوتيتا شاب العراقية، عند صابع الموزاريلا، عندك كبة البرغل، الكبة الموصلية، كبة حلبية، كبة الرز، كبة حامض شلغم، كبة عراقية. عندك بعد انواع الطرشي، طرشي عراقي اصفر، طرشي مدبس، هذا كله صناعة يدوية، احنا بهاراتنا وصناعتنا الاصلية. البلدي خلينا في الثقيل اهم شيء. ايوه الثقيل. يلا خش على الثقيل. اطباق الرئيسية. عندك القوزي. اوكي. قوزي اللحم، طبعا لحمنا هو لحم عربي بلدي او نعم. نعيمي سعودي. ما شاء الله. نعم. عندك خوذ اللحم، عندك مطبق العراقي او اللي يسموه المكبوس، عندك مطبق الباقلة جدا طيب باللحم او بالدجاج، عندك برياني القصر، البرياني العراقي او برياني هندي، يجي يوم واحد 3 ايام بالاسبوع يكون. عندك طبعا القوزي يقدم معاه نوع صالونة مرق، هذا يكون فري دوبة. عندك المنسف الأردني، عندك التشريب، عندك الباتشة، تشيلو كباب، حمسة اللحم اللي هي الجل فراي، الدولمة العراقية، المسخن. ايوه المسخن، تشريب دجاج، تشريب هذه عندكم كلها موجودة. يعني ايش نوع زيت الزيتون؟ زيت زيتون فلسطيني. ما شاء الله. نعم. طيب خلينا في هلا عندك السمك، عندنا سمك مسقوف، وعندك روبيان مشوي، حمسة روبيان، عندك روبيان مقلي، عندك سبريم سواء مشوي او مقلي، نجيبه احنا عن طريق برا يعني من الامارات. اوكي. نعم. نوع السمك؟ سمك بني عراقي. اوكي. عندك بعد المشاوي، عندك كباب عراقي، طبعا اللي يجرب الكباب يعني انصح به 1,000,000%، كباب عجيب. صحيح جربته. ايوه، ما يعني نفس اللي بالعراق. تمام. دجاج، كباب كرز، تكه لحم، كباب طاوه، كباب عروق، عندك تكه ايراني، تكه دجاج، شيش طاووق، ريش، كفته، هذه جدا طيبه، عباره عن لحم مع صوص يجي خاص، مع محشي بالاجبان مشكله. عندك مشاوي تندوري، رقبه، جدا مميزين بالرقبه المشويه، يعني الحمد لله مشويه يعني. طيب ان شاء الله. لو عندي ذبيحه تسوي لي اياها بالكامل؟ اي طبعا نسوي ولائم كامله. احنا عظمه على عظمه يا سيد، احنا نطلع ولائم كامله طبعا. اوكي. تتصلوا عليهم، حاحط لكم الارقام اخر شيء، وبتوصوهم تبعتوا لهم على الواتساب وما راح يقصروا معكم. عندك الصالونات، صالونة باميه، صالونة مرقة الفاصوليا اليابسة، عندك مرقة الطرشانة الحامضة الحلوة المميزة جدا، عندك الشبزي، مرق الشبزي العراقي، تبسي الباذنجان، عندك كمان عندنا الرز بالخضار المقلية. انا من رايي خلي الزباين هم يجوا ويكتشفوا المنيو احسن، ايش رايك؟ ان شاء الله. حياهم الله، و100 اهلا وسهلا. ماشي، يعطيك العافيه ام احمد. هلا وبيك.
طبعا عندهم المنسف صراحة اشي خيالي، والجميد كله جاي من كرك مباشرة. طبعا الواجهة صراحة غير شكل. ام احمد خبرينا عن الواجهة هاي، ايش معك؟ هي بوابة عشتار، هاي البوابة الثامنة لمدينة بابل، بناها الملك نبوخذ. ما شاء الله جميل جدا. الله يسعدك الله يخليك. طيب والهون الأعداد الخارجية ايش حتسوي فيها؟ هذه هنا الأعداد راح تكون إن شاء الله قعدات داخلية خاصة. ما شاء الله. وهي عندك الحديقة، هاي جلسات جميلة جدا بالنهار، وبالشتاء بالليل بعد تكون أحلى. المنظر كلش حلو مع هذا الجو هسه. طبعا راح يكون في شيشة يعني إن شاء الله قريبا إن شاء الله. ان شاء الله. الله يخليك، كلا وبين كلا. خلينا نشوف جوا. يلا هاي الجلسات الداخلية. هذه الجلسات الداخلية، وهذا الديزاين اللي هو الشناشيل، شناشيل البصرة وشناشيل بغداد. هاي الشناشيل العراقية المعروفة. انتوا بس تعالوا شوفوا كيف القعدة بتفتح النفس، يعني الواحد بتغدى وبضل قاعد مبلط. طبعا هذا المسقوف معمول على الحطب. I'm gonna play. Daddy, don't touch shit. I still need cheaper. Put the camera like this. And طبعا بعد الأكل لازم الشاي العراقي مع الحالة الزردة وفي رز بحليب. في عندهم حاجة، هذا الشيء مش طبيعي، اسمه أجار أو مخلل، هي بتعمله بإيدها. شو مكوناتهم؟ هذا طرش عراقي بالخضار المشكلة، وعندنا بهاراتنا الخاصة. هاي يعني تقريبا طعمه عجيب. كم هذا كيلو تقريبا؟ كيلو 3.5 كيلو هذا. اللي بيجي صراحة أنصحكم فيه. ايش يد حق